السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم معايا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب. اليوم في وصفه اخرى ديال الفقاس ان شاء الله، بالنسبه للعيالات اللي ما كيصدقش معاهم الفقاس، اللي ما كينجحش معاهم من اول مره. ان شاء الله الرحمن الرحيم الا جربتوا وصفاتي ان شاء الله الرحمن الرحيم غيبقى يوجد معكم ان شاء الله احسن حله. انا اليوم عندي كوموند كثيره ولكن غنخدم معكم قياس صغير. المهم عندنا 4 ديال البيضات، عندي دانون، ياغورت نسمه ديال الفاني، عندي اللوز للتزيين، عندي الكركاع، عندي المشماش اللي هو كنفزقوه باش ما كيتحرقناش. عندك لا المشماش ولا الزبيب الا بغيتوهم تزينوا بهم الفقاس ديالكم وما يتحرقوا لكمش، خاصهم ضروري تفزقوا واحد ساعتين المكانه ولا 3 سوايع ديال المكانه في الماء، وكتسقطروهم مزيان وكنديروهم. عندي هنايا الزنجلان والنافع. بالنسبه للعبارات غندير 4 ديال البيضات، غندير 2 معالق ديال النافع، غندير نص كاس حتى الكاس الا ربع ديال الزنجلان. انا غنبدا معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. عندي هذا ما زهر، انا غنبدا معكم. انا كنخدم وانا كنقول لكم مقادير في نفس الوقت. عندي هنا 4 ديال البيضات من حجم متوسط اللي هما بدرجه حراره المطبخ. ها هما 4. جاني البيض شويه صغير، نحاول نزيد 5. وعندي هنايا النافع، هما عندي هنايا 8 معالق كبيره النافع، حتى معلقه ونص على حسب الاستطاعه ديال كل واحد. بالنسبه للزرارع وداكشي على حسب المستطاع ديال كل واحد. هنا غندير نص كاس ديال الزهر، هذا عندي كاس كبير، هذا المهم كيهز 2 كيسان الا ربع، انا غندير النص ديالو. هانتي شفتي كما كتشوفوا انا درت النص ديالو. هذا الزهر المقطر ان شاء الله الرحمن الرحيم يقرب وقت الزهر نوريكم الطريقه كيفاش كتقطروا الزهر. هذا الحك ديال الياغورت عاقد فاني، بغيتو ديروا حتى طبيعي ديروه ماشي مشكل. هنا غنديروا الزيت، انا كنعبر العبر ديال السلافه، عندي هاد الزلافه هي اللي كنعبر بها بهذا القياس. هذا كندير زلافه ديال الزيت ما كاملاش، المهم ما عمرش الفم ولكن كتسمى زلافه ديال الزيت. قياس كاس العنبه هو كاس ونص ديال العنبه. السنيده حتى هي نفس العبر، نديرو زلافه ديال سنيده. وما ننساوش قبصه ديال الملح راني درتها قبيله. دابا كنحاول نخدم هادشي اللي عندي هنايا، كنحاول نخدمو هكايا، نخدمو هاد السنيده حتى كتذوب، نبقاو نحركوها هكا حتى كتذوب، كنحكوها كتذوب. في نفس الوقت النافع كنزيد كنحكوه وكيعطينا داك الريحه المجهده ديالو. فقاس بدون كسور، كيخرج كاع الكسور وكيجي هماوي ديال الساعه الكبيره ديال النهار الكبير، كيجي غزال ما كيتفرتت ما حتى شي حاجه. فقاس كيجي زوين ان شاء الله الرحمن الرحيم. نبقى نحاول مره نعطيكم افكار الفقاس. بالنسبه انا كنهضر بالنسبه للعيالات اللي ما كيصدقش معاهم الفقاس، اللي ما كيجيهمش فقاس زوين، ان شاء الله الرحمن الرحيم يجربوا طريقتي وان شاء الله الرحمن الرحيم تجيو ان شاء الله في احسن كيف ان شاء الله باذن الله. هنا كنستمروا على هذا الحال هكايا. نسيت ما درتش معكم واحد لاصوص ديالي الفقاس بالنسبه لهذا الفقاس، حيت فيه الكركاع وفيه المشماش. في هذا الفقاس هذا اللي كيكون فيه هكا الكركاع وكيكون فيه المشماش، كنزيدوا فيه واحد النتيفه راس المعلقه ديال القرفه وراس المعلقه ديال السكينجبير. كاين شي عيالات اللي غيستغربوا من هاد الزياده اللي زدت انايا، ولكن ديروها ان شاء الله الرحمن الرحيم، ثقوا فيا ديروها وجربوها وغيجيكم زوين ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا غندوزو للقياس ديال الطحين، غنبداو نضيفو الطحين شويه بشويه
عندي الطحين. المهم غنجمع وغنقول لكم شحال هز لي ديال الطحين، وغنديروا 2 خمارات. كنبقاو نخدموا على هاد الطريقه هذه. المهم دارت لنا داك السنيده، ندمجوا العناصر كلها. نضيف الطحين شويه بشويه، الطحين اللي هو سبيسيال ديال الحلوى، ندير نغربلاه. متنسوش بان الفقاص ماشي مشكل، واخا يعركو واخا يعجنو ماشي مشكل. نضيف هنا داك 2 خمارات اللي قلنا عليهم. حتى اللي عنده الخميره ديال العبار يمكن له يخدم بها. انا كتواجد عندي هذه درتها ماشي مشكل. بعض المرات كندير غير ديال العبار. الفقاص بالنسبه للوز وداك الشيء كنديرهم انا حتى الاخر باش كيبقاو لي شادين بلايصهم، باش ما كيطرطقوليش في الوجه ديال الفقاص. ما كيجينيش الوجه ديال الفقاص مطرطق. ملي كنبغي نقطع كنقطع بكل سهوله. قلت لكم داك النهار ملي كنبغيو نقطعو خصنا موس ماضي، ولا اللي كيتوفر عنده الكيتر يقطع به. وبالنسبه للعيالات اللي كيخدموا هكا لي كوموند وداكشي، خص ضروري يكون عندهم هذاك الكيتر. راه ما كيتباعش بشي ثمن غالي، كيتباع بشي 15 درهم هكايا، ولا سميتو الحاجه زوينه كاع شي 15 درهم هكايا ولا 20 درهم باش كيتباع الكيتر. يشريوه كيبقى هذاك هو كحل الفقاص باش ما كيتهرسلكش نهائيا وما كيخليلكش داك الفراتات. نبقى نجمع هكا شويه بشويه. ها هي العجينه ديالنا كي كتجي ديال الفقاص، كتكونش قاصحه وما كتكونش خفيفه. المهم باش تشكليها كما بغيتي. هانتي الشكل كتجي. دابا غنقسمها على 4 باش نعمرها داكشي اللي عندي. غنحاول نديرهم غير متقادين، ما نديرهمش كبار بزاف. نحاول نقسمها نيت على 5 يجيوش لي بودان كبار وما يجيش الفقاص كبير. بالنسبه لقياس لي بودان كلها كيدير قياس اللي بغا. كاين اللي كيبغي الفقاص كبير كيديرهم كبار، كاين اللي كيبغي الفقاص صغير كيديرهم صغار. المهم هذاك قياس كيبقى اختصاص ديال كل امراه، هي اللي كتعرف شنو دير. كاين اللي كيبغي على حسب القياس ديال كل واحد. هنا من بعد ما طلقنا بهذا السمك هذا كتكونش رقيقه بزاف. واخا عندي بيضه كامله غنهز غير البياض وهو اللي غندهن به. هنا غير شويه باش كيلصقوا لنا داك الفواكه الجافه. وغنبدا هنا نستف. كنبدا بالكركاع، غنخليه نصف ونبدا هنا. ماشي بالضروره الكركاع يكون مصوصه، على حسب اللي متوفر عندكم. وبالنسبه للكميه ما تقيدوش بالكميه اللي درت انا، على حسب المستطاع ديال كل واحد. هنا اللوز انا راه عندي غسله 2 غسلات. غنرجع نستف هنا اللوز. كنستفو بهذه الطريقه هذه. نستف عاود هنا باش نخلي بلاصه المشماش فين نديرو اللوز. كنغسلوه مزيان باش كنحيدو له داك الحموريه اللي كتكون فيه، ديك الغبره ديالو اللي كتكون لاصقه فيه. وفي نفس الوقت فاش كنبغيو نقطعوا الفقاص كيدوز لنا زعما دغيا كيتقطع. وفاش كيتحمر في الفقاص راه كيجي مقرمل ما كيجيش قاصح. راه الفقاص اللي اللوز اللي كيبقى ما كيتغسلش وما كيترطبش في الماء راه في العضه كيجي قاصح.
فهمتي كنستف، كنختصر الوقت باش مبقاش نستف طرف بطرف. المهم كنستف هذا اللوز كامل والكركاع كامل ونرجع للمشماش ان شاء الله الرحمن الرحيم. ها هو المشماش كي وريتكم. المشماش من بعد ما غسلته ما زعما فكرت قلت ما نقطعوش طروفه كبار، قطعته هكا طريفات صغار صافي. ونبدا نستف هكا المشماش ديالي. اللي متوفر عنده البيستاش كيديروا، اللي متوفر عنده لاكاجو كيديروا، اللي متوفر عنده النوازات، على حسب اللي متوفر عنده شي حاجه كيديرها. راه كاين اللي فحال دابا اللي بغى يدير غير هكا فقاص ويديروا هكا زويون وداكشي وبلا ما يدير التكاليف كثيره هكا اللوز والكركاع، يمكن لك ديري غير الزبيب تفزقيه في الماء مزيان وديري كاوكاو وراه كيجي غزال. سمحوا لي الا طولت عليكم في الهضره، غير كنبغي نشارك معكم التفاصيل ونبغي نشرح معكم الشرح مفصل. كنتمنى تجربوه ان شاء الله الرحمن الرحيم ويرقكم، وتخليو لي تعليقاتكم في لي كومونتير. فهمتي كنظن بان دابا صافي هنا غنجيو الحركه اللي مهمه فاش نكونوا كنطويو هكا. حنا كنطويو وفي نفس الوقت بهاد الصبعان ديالنا هادو كنبركو. هانتي كنطويو هاد الصبعان ديالنا الكبار كيرجعوا هكا العجينه، وهادو كيبركوا لنا هكايا باش ما يخليوناش داك الفراغات ما بين الفواكه الجافه وما بين العجينه. كاين شحال من واحد اللي غير كيحربلو هكا كيلويه، ولكن ملي كتجي تقطعي كيبدا يتفرتس لك كلشي. فهمتي كنحاول هكا كنزير، كنشد هاد القنوت كنبرك عليهم هكا، وكنبقى ندير له بهاد الطريقه هكا باش ما كتخليليش داك الفراغات ما بين الفقاس، ما بين العجينه وما بين الفواكه الجافه. كل حاجه كتشد بلاصتها. كنبقى نحربل هكا، وفي نفس الوقت ماشي كنحربل غير هكا مرخوفه، كنحربل وكنبرك هكا بيديا باش العجينه تشد بلاصتها هكا. غنكمل على هاد المنوال ونرجع عاد نزين معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. والتزيين ديال الفوق انا كنقول لكم، انا كنعطيك فكره، كنعطي شنو يمكن لي يدار، وانتوما كيبقى لكم كامل الاختيار شنو ديروا. المهم غير كنقترح عليكم، وانتوما كيبقى بيديكم الشغل. فهمتي هكا هنا شديتو، عاود كندير هكا داك غير واحد شويه ديال بياض البيض باش كيلصق لنا. فهمتي باش كيلصق لنا داكشي. نولي عاود نرجع معكم، نبدا معكم عاود هانتوما، وكنمشيو على هاد الطريقه هذه حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا كامله. دابا هذه بقات لي هاد الصغيره، قلت ما نضيعش فيها الكركاع، درت فيها غير نصيصات هكايا. المهم هانتوما كتشوفوا معايا هنا غندوزو للتزيين اللي هو الزنجلان البيض اللي توفر على اللوز افيلي يديروا. انا كيعجبني هكا باللوز بيض، بالزنجلان بيض هكا. كندهن بشويه ديال البيض صافي، وكنفندو هكايا هكا الزنجلان البيض. كنحاول نمرو كامل هكا كيجي على هاد الشكل هكا. اللي توفر له اللوز يدير اللوز، اللي بغى يدير النص هكا بالزنجلان يديرو، اللي بغى يدير النص باللوز يديرو، اللي بغى يدير النص هكا والنص عادي سامبل يديرو. ومن هذاك الشيء اللي غندير على ما يتسالي لي الجنجلان واللي بقاو لي غنديرهم معدين ان شاء الله الرحمن الرحيم. ها هو من بعد ما كملنا بالتزيين ديالو
كنحطوه في الغطاء وكنشدو هكا عويد هكا قطيب هكايا ولا قطر ديال الشوا ولا اللي كان مهم، وكتبدا تقبي. ما تحنيش فيه، شحال ما تقبتي باش كيتنفس يخرج داك الهواء ديالو وما كيطرطقناش ان شاء الله الرحمن الرحيم. صافي كنستمروا هكا على التقيب. والفران دائما الفقاس كنطرحوه في الفران بارد، وكنميتو الفران كيكون قليل بزاف. راه الفقاس ملي كتكون البوطه قليله راه كيقدر ياخذ لنا من ساعه حتى ساعه وربع وهو في الفران، باش كيجي ما كيتحرقناش. اول حاجه من التحت وداكشي كيجي طايب هو هذاك زعما مقاد في اللون ديالو، وكيجي طايب مزيان وما كيطرطقناش وكيبقاناش معجن من الداخل. شحال من واحد كيقلب الفقاس غير هكا من الفوق كيجي يقول صافي راه طايب، كيشوفو تحمر حيت كتكون البوطه مجهده، كيقول راه هو طايب، ولكن في نفس الوقت كيكون ما طايبش، كيكون هو ديك الساعات كيكون سميتو طايب غير من برا ومن الداخل ما طايبش. كنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم نكون فهمتكم كلشي، ونرجعوا ان شاء الله فاش نبغيو نقطعوه. حتى الفقاس اللي ما كنزوقوش هكا بالزنجلان ولا باللوز ايفيلي كندهنو. انا ما كندهنش بالبيض، كندهن غير بالحليب صافي، وكنجرب الفرشيطه وكنتقبو هكايا. هاد التقيب ما كيخليش يطرطق، كيتنفس لنا من الداخل وكيجي طايب حتى من الداخل كيجي مزيان. كنتمنى نكون وصلت لكم معلومات كاملين، ورجعوا ان شاء الله باش نبقاو نقطعوا. كنقطعوه، كنعتذر منكم لان الكيتور ديالي تهرس ليا. كنقطع بهذا حتى هو كيقطع زوين. نشوفوا فقاصه كي كتجي صامته ما فيها لا، فهمتي اش كي كتجي فقاصه كتجي هكا على هاد سميتو. كنستمروا هكا بالتقطاع فاش كيطيب ويخرج راه كلشي كيعرف بان كنفزكو زيف وكنغطيوه به. كنفرشو النص ونغطيوه بالنص، كنخليوه واحد ساعتين ولا 3 سوايع ديال المكانه حتى كيبرد. عاد كان سميتو كاين اللي مزروب، الا كنتي مزروبه فيه كيمكن لك ديريه في الفريغو، تلويه في شي زيت هكا فاتكو، ديريه في الفريغو مده ديال 5 دقائق 6 دقائق صافي كيكون سميتو خرجيه داك الساعات قطعيه. كتشوفوا كي كيجي الفقاس ديالنا، كيجي الفقاس ديالنا كيجي هكايا فهمتي. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم غنديوه الفران، ملي يخرج من الفران ديك الساعه تشوف معنا ان شاء الله. كنتمنى تكونوا بقيتوا معايا للنهايه ان شاء الله الرحمن الرحيم. المهم هاد الفقاس ديالنا وجد، كنتمنى تكونوا وصلتوا معنا للنهايه باش تشوفوا معنا كي كيجي. علاش قلت لكم بان سميتو المشماش خاصو ضروري يتفزك؟ لان فاش كيطيب باش ما يتحرقناش فهمتي. انت كي كيجي اللون ديالو وكيجي معلك وزوين. شحال الناس كيديروا الزبيب ولا كيديروا هكا مشماش هكا ولا سميتو شي حاجه وان فوا كدار في الفران كتحرق. دابا هاد الطريقه هذه اللي عطيتكم كيتفزك كيجي زوين وكيبقى شاد، كيبقى في اللون ديالو ما كيتبدلوش اللون ديالو بزاف وكيجي زوين. هانتي ها الفقاس ديالنا كي كيجي محمر كيما من الداخل كيما من برا، ولكن التحمر راه خص البوطه تكون على اقل من المهله، تكون مهيله بزاف وتعطيوه وقت كافي باش يتحمر لكم هكايا. هنا كنكون كملت الفقاس ديالي، كملت لا كوموند ديالي اللي عندي ها هي من بعد ما وجدات. هاد لا كوموند راه غادا حتى لفرنسا. كنتمنى فقاس يكون عجبكم وراقكم وتكونوا كملتوا معنا الفيديو للنهايه. واللي ما فهمش شي حاجه ولا سميتو يخلي لي في لي كومونتير، وشكرا لكم بزاف.